هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير ومرحبا بكم في منتدى السبت اليوم 19 من ديسمبر. يرافقني في خلال هذه الساعة كل من الزميل صلاح الزين وجمال عثمان همد. مساء الخير. مساء الخير آمال، ومساء الخير لمستمعين الأكارم في كل مكان. تحية لكما وتحية للمستمع الكريم. أعزائي المستمعين، في خلال هذه الساعة سنغطي الأحداث ونعلق على أهمها، ومنها زيارة الأمير القطري يوم أمس إلى أسمرة، وكذلك سنتناول المساعدة المالية الكبيرة التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي مؤخرا لنظام أسمرة. كما سنتناول التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من المنظمات الدولية. أهلا بكم، وقبل كل ذلك نبدأ بنشرة للأخبار. صوت المنتدى.
في نشرة هذا المساء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في زيارة إلى أسمرة يوم أمس الجمعة. أعداد كبيرة من اللاجئين الإريتريين تصل إلى معسكر الشجراب. مخرجات ملتقى نيروبي تقلق المكتب المركزي للهيجدف. والشركة الوطنية للحفر الإماراتية تتوسع في أعمالها وتنتقل إلى ميناء مصوع. تفاصيل النشرة. قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ظهر يوم أمس الجمعة 18 من ديسمبر بزيارة رسمية إلى إريتريا لم تتجاوز ال5 ساعات، حيث قطع الزيارة بشكل مفاجئ وألغى برنامج زيارته إلى مينائي عصب ومصوع وجزر دهلك. وعلى الرغم من التكتم الذي أحيطت به الاستعدادات ومواعيد الزيارة، إلا أن مصادر إذاعة المنتدى قد تمكنت من الكشف عن الترتيبات التي جرت في أسمرة لاستقبال الأمير القطري، حيث كان من المقرر حسب برنامج الزيارة أن يبحث تطورات الأزمة الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا ومآلات الوساطة القطرية وأوضاع الوحدات للجيش الأميري القطري المرابطة على الجانب الجيبوتي من منطقة دوميرا. كما كان متوقعا أيضا أن تأخذ مسألة الحرب الدائرة في اليمن قسطا وافرا من المداولات، فضلا عن الاستثمارات القطرية في إريتريا، وأكبرها مشروع منتجع جزر دهلك الذي توقف عن العمل لمدة 2 بسبب العراقيل التي يضعها الجانب الإريتري بعد أن استلم مقابل إيجار عن 75 سنة مقبلة. هذا وأشار مراقبون مطلعون على خفايا العلاقة الإريترية القطرية بأن زيارة الأمير تميم لم تفلح في حلحلة المشاكل والمعوقات التي يضعها نظام أسمرة أمام تطور العلاقات الثنائية بين البلدين. ذكرت الأنباء الواردة إلينا من معسكر الشجراب للاجئين أن عددا كبيرا من الشباب الإريتري لا زالت تتقاطر إلى المعسكر بمعدلات أربكت القائمين عليه. وأوضحت مصادر إذاعة صوت المنتدى من عين المكان أن الفترة ما بين 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري شهدت وصول 225 لاجئا إلى المعسكر، معظمهم من الشباب والنساء والأطفال. ويذكر أن المعسكر يعاني من انعدام الأمن وسوء الإدارة، وكثيرا ما يتعرض اللاجئون الإريتريين لسوء المعاملة من قبل القائمين عليه. كما شهد المعسكر أحداثا كثيرة أدت إلى الوفيات نتيجة عمليات الاختطاف التي يتعرض إليها اللاجئون من قبل عصابات الإتجار بالبشر. يذكر أن تقارير إعلامية وحقوقية وإنسانية اتهمت بعض الأجهزة الأمنية السودانية والمصرية بالتعاون مع مجرمي الإتجار بالبشر. المعروف أن اللاجئين الإريتريين قصدوا السودان هربا من الاحتلال الإثيوبي في الستينات، وظلوا يعانون منذ وصولهم من مشاكل مركبة، منها نقص المعونات الإنسانية وعدم توزيع المواد الإغاثية التي تتكرم بها منظمات تعمل في هذا المجال نتيجة للفساد الإداري للقائمين على أمره. هذا وبالرغم من المعاناة الشديدة لم يستقر اللاجئون الإريتريون بعد الاستقلال نتيجة للعوائق التي وضعتها عصبة الهيجدف أمام عودتهم، وتتحدث الإحصائيات عن وجود ما يقارب 1,000,000 لاجئ إريتري بالسودان يتوزعون في معسكرات نائية بالولايات الشرقية في السودان. في ردة فعل غير مسبوقة، خصص ما يعرف بمكتب الشؤون السياسية للهيجدف تعميما تم إنزاله لتشكيلات الجبهة يوم الخميس 17 من ديسمبر الجاري لتفنيد مخرجات اجتماع نيروبي التشاوري. وذكرت مصادر المنتدى من العاصمة أسمرة أن التعميم الذي قوبل باستهجان واستغراب من قبل عضوية الهيجدف سعى إلى التقليل من أهمية وأثر هذا الملتقى، ودعا إلى مقاطعة ما يبث عبر الإذاعات الإريترية المعارضة وما يكتب في المواقع الإلكترونية. هذا وقد اعتبر الكثير من المهتمين والمراقبين أن مجرد إقدام مكتب الشؤون السياسية للهيجدف على كتابة هذا التعميم اعترافا صريحا بحجم الخطر الذي استشعرته الزمرة الحاكمة، وأن المبادئ التي اتفقت عليها الأطراف المشاركة في ملتقى نيروبي لامست رغبات الشعب الإريتري في الانعتاق من الاستبداد وأمنيته بتوحيد الصف المقاوم وتعجيل الخلاص.
يذكر أن إذاعة صوت المنتدى قامت بمهمة تسجيل المداولات في خطوة اعتبرت هي أيضا غير مسبوقة في سبيل تمليك المعلومة للجماهير واعتماد الشفافية كمبدأ يحكم الممارسة السياسية الإريترية، مما أتاح الفرصة للجماهير التفريق بين النهج التغبيشي الذي تعتمده العصبة المستبدة والذي يدعو لعدم الاستماع للخطاب المعارض، والطريق التنويري الذي تسلكه المعارضة الوطنية، مما يجعل أهدافها معلنة ويزيل اللبس عن أي دعوى تتاجر بها حكومة أسمرا عبر ترويجها لاتهامات المعارضة بالتفريط في أجزاء من التراب الوطني. وأخيرا بدأت الشركة الوطنية للحفر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 15 من ديسمبر الجاري عملية نقل آلياتها من عصب إلى مصوع، بعد أن أكملت أعمال تعميق رصيف مكعكع الذي ستستخدمه الشركة الإماراتية في نشاطها التجاري، لتعلن بذلك بدء مرحلة أخرى خاصة ببناء رصيف الميناء الجديد في مصوع بإشراف خبراء إيطاليين. وأوضحت مصادرنا من ميناء مصوع أن أعمال الشركة الوطنية الإماراتية للحفر في مصوع ستتركز في تجهيز ميناء خاص للنشاط التجاري الإماراتي أيضا، فضلا عن عمليات التنقيب عن البترول في منطقة الجرف القاري الواقعة داخل المياه الإقليمية الإريترية بعمق 200 متر. وأضافت أن عمليات الحفر والتنقيب في منطقة شمال البحر الأحمر ستكون مواصلة لعمليات شبيهة تمت في إقليم جنوب البحر الأحمر لم يفصح عن تفاصيلها بعد. والمعروف أن الاتفاق الذي توصلت إليه العصبة الحاكمة في إريتريا مع دولة الإمارات ظل قيد السرية التامة، ولا يعرف أحد كيف وإلى أي حد يتيح الاتفاق لدولة الإمارات الاستفادة من الموارد الطبيعية الإريترية، ومتى ستؤول الموانئ ومربعات تعدين البوتاس وحقول النفط إلى ملكية الحكومة الإريترية مرة أخرى. نهاية الإشراف. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونتابع في هذه الساعة ومعي الزميل صلاح وجمال. نبدأ بالحدث الأقرب وهو زيارة الأمير القطري تميم بن حمد يوم أمس إلى أسمرا. صلاح، نعم. ما وراء هذه الزيارة؟ نعم أمال، هذه الزيارة في البداية تم لها الترتيب بشكل كان واضح أنه ستستمر أكثر من يوم. نعم. وفد مقدمة، ونزلت 50 سيارة مصفحة، ووفد مقدمة ضخم سبق الزيارة، والترتيبات التي كانت حسب رصد فرسان المنتدى هناك، وأنا لا أسميهم مراسلون إنما هناك رجال للمنتدى يعملون هناك في داخل إريتريا لرصد كل شيء. فحسب رصد المنتدى هناك بأن هناك كان في وفد مقدمة يتكون من هذا العدد الكبير من السيارات المصفحة، وهذه رسالة أيضا لسياس بأنك لا نثق في ترتيباتك الأمنية لسلامة الأمير وسلامة الوفد، كونه يسمح بنزول 50 سيارة مصفحة. وشاهدها المشاهدون في الخبر الذي نشر مساء أمس في تلفزيون أو الذي أذيع في التلفزيون الإريتري. هذا الوفد والناس اللي كلفوا بالترتيب لهذه الزيارة من عناصر النظام
لم تحدد لهم ساعة قدوم الأمير القطري ووفده، إنما الأمير قادم والزيارة ستكون في بحر الأسبوع المقبل، يعني هذا الأسبوع الذي ينتهي اليوم، الأسبوع القادم أعني. فرتبت الزيارة بحيث أن تكون زيارة أكثر من يوم، وضمن البرنامج كان هناك من المقرر أن يسافر أو يطير الأمير ومعه الرئيس إلى عصب، وهناك أخبار الأمير كان يرتب وجاء لهذا القرد أن يجمع الرئيسين الإريتري والجيبوتي في اجتماع قمة في عصب، ثم هناك كانت زيارة إلى مصوع وزيارة إلى جزيرة دهلك حيث استثمارات قطرية في دهلك. كل هذه الأمور لا أدري ما هو الأمر الذي استجد. أولا الأمير وصل بعد انتهاءه من العرض والاحتفالات التي جرت صباح أمس بالعيد الوطني القطري الذي يصادف 18 من ديسمبر كل عام، تاريخ تأسيس الدولة القطرية. انتهى من العرض ومن الاحتفال صباح أمس في الدوحة، وجاء في نفس اليوم، والزيارة وصل الساعة 12 وغادر أسمرة في الخامسة مساء، أي 5 ساعات كلها كانت ما بين المطار والغداء في القصر الرئاسي، واجتماع في قاعة حجر. وإذا لاحظنا الاجتماع أو من استقبل الأمير هو كان وزير الخارجية عثمان صالح، ومستشاره السياسي يمان قبرآب، ومدير مكتبه أمين حسن، ومن الجانب القطري السفير واثنين من السفارة القطرية. حتى في المحادثات الثنائية لم يكن إلى الجانب الإريتري غير 3 الذين ذكرناهم. فكل هذه الأمور توحي بأن زيارة الأمير القطري كانت في البداية لتبديد سحب الخلاف وإنهاء الخلافات الإريترية القطرية، ولم ينجح في ذلك، والخلافات هي الوساطة القطرية على رأسها. قطر توسطت لجيبوتي، النزاع الجيبوتي الإريتري الذي اندلع في 2008. وفي البداية إريتريا استاءت من التدخل القطري في ذلك الوقت لحل الخلاف، استنكرته بحجة أن ليس هناك خلاف وليس هناك نزاع. بينما عندما مجموعة الرصد للقرار 2009 الأممية عندما سألت الجانب الإريتري عن معلومات بشأن المقاتلين الجيبوتيين المفقودين في القتال منذ المواجهات في ما بين 10 و12 من حزيران يونيو 2008، أجاب الجانب الإريتري لهذه اللجنة، لجنة الرصد والمتابعة للشأن الصومالي الإريتري، إن هذا الأمر وأمر الأسرى هو متروك للوساطة القطرية. من جانب هناك اعتراف بأنه في مشكلة ولا تريد إريتريا أن تتدخل الأمم المتحدة فيها، وفي الوقت اللي استاءت من التدخل القطري في النزاع الإريتري الجيبوتي. هنا لم ينجح الأمير القطري في مسعاه لجمع الرئيسين. أكيد الجانب الإريتري هو الرافض. إن لم يكن الأمير القطري ضامن قدوم وقبول الرئيس الجيبوتي للحضور لاجتماع قمة لما أتى، فهذا يدل قطع للزيارة أو عودته بعد 5 ساعات إنه مساعيه لم تنجح فيما يخص الوساطة القطرية، فيما يخص النزاع الجيبوتي أو وساطة القطرية في النزاع الجيبوتي الإريتري. آمال. نعم صلاح، يعني العلاقة القطرية الإريترية شهدت فتور واضح في الفترة الماضية، وخاصة بعد تنحي الأمير حمد وتولي ابنه تميم مقاليد الحكم في قطر. جمال، يعني إذا عدنا قليلا إلى خلفية هذه العلاقة، كيف تقرأ هذه التحولات والتوترات في العلاقة الإريترية القطرية أو علاقة النظامين بالأحرى؟ نعم، العلاقة الإريترية مع دول الجوار المحيط الإريتري أو مع الدول العربية وخاصة الخليجية تتسم بالتوتر والتصاعد أو الحصار والمد والانحصار لأسباب كثيرة، منها أنه هي أصلا قائمة على أسس أمنية، ليس إلا 1 2 هذه الملفات مع علاقات هذه الدول يدير الرئيس لوحده وبالطاقم القليل
المحيط به، وبالتالي دائما ليس هناك مجال لعمليات اطفاء النيران اللي بتتم من خلال الخبراء او الوزراء المختصين او مجلس الوزارات المشترك بين البلدين والى اخره. مزاج الرئيس دائما يلعب دور كبير جدا في انه هل هناك انفراج ام ليس هناك، وبالتالي شهدنا ذلك في السعوديه، العلاقه السعوديه الاريتريه، شهدنا ذلك ونشهد دوما العلاقه الاريتريه السودانيه، وايضا العلاقه القطريه الاريتريه او الاريتريه القطريه الملتبسه دوما. قطر معروف علاقتها بالنظام قائمة أيضا على أسس أمنية، على أسس اقتصادية، وعلى أسس أخرى لا مجال لذكرها هنا، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تكون يعني هذا هو الشكل اللي يعني تأخذه العلاقة بين إريتريا ودول الجوار. هذا جانب آخر، أنا أعتقد أنه الوجود الإريتري في اليمن سواء كان وجود محسوس من خلال وحدات مسلحة أو من خلال تدريب أو من خلال تسهيل لقوات التحالف، هذا الوضع يعني العلاقة الأريترية مع اليمن فيها كثير من الغموض وفيها كثير من اللبس، وهذا ما دائما تفعله المملكة العربية السعودية من خلال تهدئة الأجواء بين البلدين والرئيسين. لو ربطنا هذا الأمر زيارة الأمير القطري مع زيارة قام بها زيارة غير معلنة، ولكن بعض الصحف اليمنية أعلنت عنها، زيارة للرئيس هادي معسكرات تدريب اليمنيين في إريتريا اللي تقوم به إريتريا، ومدفوع الثمن طبعا من التحالف والمملكة العربية السعودية، ولم يستقبله أحد في المطار، فقط نزل في المطار واتجه لمعسكرات التدريب وخرج دفعة عسكرية ثم عاد. يبدو أنه دائما القطريين والسعوديين يلعبوا أجواء تخفيف الإشكالات والمطالب الإريترية تجاه اليمن، أو لما يكون الجو متوتر بين الرئيس هادي والرئيس سياس أفورقي. الزيارة اللي من خلال الرصد التي قالوا صلاح واضح أنه هي زيارة دون طعم، وزيارة تم إذا في أي حاجة تمت حتكون تمت بين الرئيس فقط وتميم، وبالتالي سوف لا نعرف ماذا دار كطبيعة النظام وسرية مثل هذه الأشياء، لكن بالمجمل يمكن أن نقول أنها زيارة شبه فاشلة. نعم. بالعودة إليك صلاح، يعني نعم. وقطر لها أيضا استثمارات في إريتريا ومصالح، يعني هل من مزيد حول هذا الموضوع من خلال هذه الزيارة؟ نعم، قبل الدخول في الجانب الاستثماري، وهو كان أيضا كما ذكرت في الأخبار جانب من بنود الزيارة، أريد أيضا أن أعود لعلاقة الأزمة أو الحرب في اليمن بما تشهده العلاقة الإريترية القطرية من فتور. نعم. كما نعلم قطر هي كانت سخية جدا جدا قبل اندلاع الأزمة والحرب في اليمن، والأمير الأمير السابق والد تميم كان علاقته طبعا مبهمة، لا أحد يعلم كما قال الأستاذ جمال، فكان سخي جدا جدا، الدعم الذي لا يذكر أكثر من الدعم المذكور. نعم. فجاءت الأزمة اليمنية وجاءت الحرب في اليمن رغم أنها معاناة وحالة لا إنسانية، ولكن بالنسبة لسياس كانت قارب نجاة واستثمرها، وكعادته يتكسب طبعا من معاناة الناس والآخرين والحروب، فجاءته طبعا على طبق من ذهب كما يقولون. وجود إريتريا الاستراتيجي في هذه المنطقة دفع بالمملكة العربية السعودية والإمارات لكسبه، لأنه كان يلعب بالكروت التواجد الإيراني في عصب وقرب إيران تنطلق وترد على أو تشارك في الحرب في اليمن، فبالتالي استثمر هذا الأمر. وتابعنا زيارته للسعودية والحفاوة التي استقبل بها ووجود الإماراتيين. هذا الأمر الآن كيف أثر على العلاقة القطرية الإريترية؟ الإماراتيين تقريبا شبه سيطروا سيطرة كاملة على مطار عصب وعلى المياه الإقليمية وميناء عصب، كل شيء قريب لليمن ولباب المندب تحت سيطرة قوات التحالف العربي. فالقطريين كان لهم قوات حفظ السلام مرابطة في منطقة راس دميرة ضمن الوساطة، هناك وحدات
قطرية في الجانب الجيبوتي ووحدات قطرية مقابلة لنظيرتها أو لأختها في الجانب الإريتري، وكان يتحركوا ويجدوا كل الدعم اللوجستي والتسهيلات وينزلوا ويطلعوا من مطار عصب. جاء الإماراتيون وفرضوا على أسياس ناهيك عن طائرات غير إريترية قطرية أو غيرها، حتى صيادين العفر لا يستطيعوا أن يتحركوا شبر من اليابسة إلى البحر للاصطياد وللتكسب وللعيش. هذا كان الشرط، شرط إنه لا تكون هناك أي حركة في هذه المياه وإلا ستضرب من وهذا الأمر تحذير يومي للسكان عصب وكل مناطق الساحل الدنكلي بأن لا يتحركوا وإلا سيتعرضوا لقصف من طائرات التحالف في الأجواء وفي السماء الإريترية وفي البحر. فهذا الأمر حصل مضايقة من الإريتريين، من القوات الإريترية لقوات حفظ السلام القطرية، وهذا الأمر انتهى بأنه في 19 من أكتوبر أن تنتقل قيادة وقوات حفظ السلام القطرية نتيجة المضايقات التي شهدتها أو وجدتها من قبل الإريتريين، فرحلت إلى الجانب الثاني. فهذه الأمور كلها كانت ضمن من المفترض أن تبحث، وربما بحثت ووجد الأمير القطري أن سياس مستغني من قطر بالعربي كده ومش محتاج لقطر لأنه جاء من يدفع أكثر. فبالتالي أنا أعتقد هذه واحدة من الأشياء اللي خلت الأمير القطري يرجع من أسمرة وما يعمل الأشياء اللي كان في باله إنه جمع الرئيسين الإريتري والجيبوتي. أما بالنسبة لجزر دحلك، حسب ما ذكرت أيضا في الأخبار، كان القطريين اشتروا دحلك ومفترض أن تكون منتجع سياحي استثماري كبير، ولكن تعلمين السياسي عندما يقبض في البداية فينسى ويحنث بالعهود وينقض كل عهوده ومواثيقه. فبالتالي دي مشكلة كمان قطرية. كان ربما الأمير السابق الوالد كان يتساهل، ولكن هذا الأمير هناك لديه أموال طائلة في إريتريا، عليه أن يأتي ويبحث عن مسيرها. أيضا هنا المحادثات لم تصل إلى نتيجة، فلا زالت الاستثمارات معطلة في جزيرة دحلك. السبب الواضح الإريتريين أو النظام بيفرض على القطريين أن لا تكون هناك عمالة أجنبية مستخدمة من الخارج للعمل في هذه الجزيرة في البناء، والقطريين يقولون هناك أمور تستدعي استجلاب خبراء غير العمال العاديين، والإريتريين متمسكين بأنه من الألف إلى الياء تكون العمالة والجهود، فقط أعطونا المال ونحن ننفذ مشاريعكم في جزيرة دحلك. فهذه أيضا واحدة من الأمور اللي الاستثمارات القطرية هم الآن في أذاعوا أمس، وهذا غير صحيح في نشرة الأخبار التي لم تتجاوز الدقيقتين، أذاعوا بأنه الجانب القطري بحث سبل زيادة استثماراته القطرية في إريتريا، وهذا غير صحيح. هناك استثمارات عالقة، جاء القطريون للبحث عن مصيرها ومعرفة أو البحث مع الجانب الإريتري في كيفية بدء بناء المنتجعات والفنادق في جزيرة دحلك. أمال. نعم بالتأكيد. يعني عموما في ختام هذه القراءة لزيارة الأمير القطري نستطيع أن يعني نقرأها في إطار تخبط نظام أسمرة من أجل إنقاذ نفسه والدخول وإدخال البلد في مشاريع وعلاقات واستثمارات. صحيح. وكأنه يعني يملك هذا البلد، ومقابل يعني ما يمارسه من اضطهاد وتعسف وإغلاق للبلد أمام الشعب الإريتري تماما. جمال وصلاح. إذا كان هناك أي إضافة أخرى أو ننتقل إلى موضوع آخر؟ ليس هناك إضافة، ولكن ربما أنا أختم بمناشدة للقطريين ولغيرهم من الدول العربية أن ينظروا في علاقاتهم مع هذا النظام إلى معاناة الشعب الإريتري. هذا النظام يستثمر أموالهم أو يستغل في الأصح أموالهم وما لديهم من ثروات، ولكن ليس هناك يعني قطرة أو أي سنت من أموالهم تذهب إلى الشعب الإريتري. هو يتاجر بمعاناتنا، يتاجر بدمائنا الآن في اشتراكه في اليمن، ويتاجر بالمياه والإقليمية الإريترية وبالسماء الإريتري وبالأراضي الإريترية. ومعروف غير القطريين هناك أيضا الإماراتيين اشتروا شبه
جزيرة قرار واشتروا مناطق، وهناك حديث عن استئجار ميناء عصب لأكثر من 30 عام للإماراتيين. كل الأشياء هذه يفعلها النظام الإريتري والسياسي بالتحديد لمصالحه الشخصية وليست لمصالح الشعب الإريتري. فنريد فقط أن يعرف العرب هذا الأمر وأن لا يعتبروا هذا الدعم هو للشعب الإريتري. نعم، يعني أتمنى أن تصل هذه المناشدة، ولكن يعني لا حياة لمن تنادي العرب غارقون في مشاكل كثيرة. عموما هذه التوضيحات تساعد الإنسان الإريتري والشعب الإريتري على يعني رؤية الصورة الكاملة لهذه العلاقات والتخبطات، كي لا يتم يعني خداعه بأن هذا كله من أجل يعني مصلحة البلد. جمال. نعم أمال، أنا أعتقد قطر بتدير أكثر من ملف ضاد لشعوب المنطقة وما فيها الشعب الإريتري. العلاقة بين النظام والإمارة العربية هي علاقة قائمة على أسس أمنية وعلى أسس مصالح مشتركة، لا علاقة لها لا بالشعب القطري ولا بالشعب الإريتري. مثل هذه العلاقات قطعا لا تدوم، وكما أسلفنا هي مضطربة دوما. بالتالي أنا أعتقد على قطر أن تكف بعد كده عن يعني إدارة هذه الملفات لإغاظة جهات محددة في الخليج العربي أو بعض الدول العربية. الشعب الإريتري أعتقد يعني يفهم ما يفعله القطريون أو الإماراتيون تجاه حقوقه ومصالحه. بالتأكيد. نعم، إذن سنعود إلى ملفات أخرى ولكن بعد هذا الفاصل. وعودة مجددة أعزائي المستمعين، وما زال برفقتي الزميل جمال عثمان همد. جمال، سنتحدث الآن عن الدعم المالي الضخم الذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي. جميع دول الاتحاد الأوروبي 28 صادقت على دعم مالي مقداره 200 مليون دولار الشهر الماضي لنظام أسمرة. يأتي هذا الدعم كما ذكر لدعم مشاريع التنمية وخاصة مشاريع الطاقة والكهرباء في إريتريا، وكذلك دعم يعني التأهيل يعني من يعمل في المؤسسات الحكومية الكادر البشري من أجل يعني بشكل أفضل لإدارة البلاد والمؤسسات وغير ذلك. دعنا نتحدث قليلا جمال، كيف نقرأ هذا الخبر أو هذا الدعم؟ الاتحاد الأوروبي يبدو ما حاسم أمره تجاه ملف حقوق الإنسان في إريتريا. نعم. ومحاولة إيقاف التدفق البشري من إريتريا على شكل موجات لجوء. وبعد بحث ولا يبدو توصلوا إلى أنه يعني تنمية بلدان المنشأ للموجات اللجوء ستساهم في إيقاف هذا المد. قد يكون هذا الكلام صحيح، لكن لا ينطبق قطعا على إريتريا، لأنه المنشأ لهذا الموضوع هو منشأ سياسي أمني اقتصادي تجي في الدرجة الأخيرة. الآن هم الاتحاد الأوروبي أخذوا يعني الأدنى في السلم، ويحاولوا
تطبيقه، يعني حذفوا الأمن وحذفوا السياسة، وبالتالي يحاولوا معالجة القضايا الاقتصادية. نعم. هذه الربكة نشاهدها أيضا من خلال بعض التعليقات وبعض المقالات لمحللين دول الغرب في أنه يقفوا ضد هذا التوجه الأوروبي تجاه إريتريا وتجاه ملف حقوق الإنسان في إريتريا، كما ورد في الجارديان خلال 24 ساعة الماضية. نعم. أيضا هناك يعني معارضون لهذه السياسة، وهذا ما صرح به أو هذا ما يمكن أن نشير إليه لزيارة الوفد الألماني وزير التنمية الألماني عندما عاد إلى بلاده، ربط المساعدات الألمانية بتحسين ملف حقوق الإنسان بشكل صريح وواضح، وأنه ستقدم ألمانيا دعمها، لكن اشترطت ذلك في يعني ضرورة يعني حل الملف الأمني وحل الملف حقوق الإنسان وحل ملف في إريتريا. نعم. عموما الدعم سيأتي خلال على ما يبدو 5 سنوات أو أكثر يعني، ولكن هو إلى حد ما أيضا مشروط يعني تحريك الوضع الإنساني في إريتريا. نعم. هذا جانب آخر، هناك تفكير جدي بما تحمله بما تخبئه الأراضي الإريترية من الغاز والبترول وإلى آخره، فعين المستثمر الغربي أيضا على هذه الثروات يريد أن يضع عليها يده قبل الآخرين، قبل الولايات المتحدة وقبل غيره، وبالتالي بدأ الاتحاد الأوروبي يبدو يتغاضى النظر عن ملف حقوق الإنسان في إريتريا، ولكن سوف لا تمر هذه السياسة باعتبار أن أوروبا مركز للمنظمات وللناشطين المدنيين والحقوقيين في العالم، وبالتالي أعتقد سوف لا يسمحون بأنه هذا الملف يمر في داخل الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل. أيضا نعم. أعتقد الدول الأوروبية أيضا بشكل منفرد لها حرية يعني العلاقات الثنائية ما بينها وبين إريتريا، البينية بينها وبين إريتريا، وبالتالي أيضا سيكون هناك أشكال أخرى من الضغوط، ولا يفرح النظام الإريتري كثيرا بهذه الملايين القادمة. نعم، بالتأكيد جمال، هذا ما نأمل أن يحدث من خلال المنظمات الحقوقية وأيضا من خلال عمل النشطاء الإريتريون في كشف الانتهاكات، وهذا ساعد كثيرا يعني، من أبرز آثاره كانت لجنة تقصي الحقائق كما يعني نعرف جميعا. ولكن أود أيضا أن أركز هنا أيضا على نقطة ذكرتها، أن يعني المحللون السياسيون الذين يراقبون هذه الملفات الإنسانية بدقة يعني يحاولون لفت النظر على أن لا تؤثر السياسات أو القرارات التي تتخذها دول الاتحاد منطلقة من يعني مصالحها الأساسية في الاستثمار في إريتريا. كما ذكرت أنت، الدعم خصص للاستثمار في مجال الطاقة، ومجال الطاقة كما ذكر أحد المحللين أنه يعني الأولوية الأولى للمستثمر الأوروبي الذي يحتاج أن يدخل بشركاته الكبيرة، أن يعمل على إدارة يعني مشاريعه، يحتاج إلى طاقة وليس لمصلحة الشعب الإريتري كما نعلم جميعا. أيضا جمال، قراءة أخرى لهذا الشيء هي إلى حد ما محبطة، ولكن ما يمكن أن نقوم به نحن في العمل المعارض اليوم تجاه هكذا خطوة تعتبر نوع من إنقاذ النظام أو إعطائه النفس إلى حد ما. جمال. نعم، أمال على النشطاء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا على الأقل يعني الآن خلال العام القادم 2016 وضع خطط عامة من أجل التواصل مع الجهات المدنية والحقوقية في هذه الدول، ومدها ودعمها أيضا بالمعلومات اليومية التي تتعلق بحقوق الإنسان. في أوروبا كما نعلم جميعا الصورة قد تحول موقف كامل لحكومة ما أو لشعب ما. نعم.
على الأقل 2016 يجب أن تكون السنة لتحريك هذه الملفات. واليوم ورد تقرير مطول في جريدة الجارديان واسعة الانتشار، الجارديان البريطانية، وهي جريدة تهتم بملف حقوق الإنسان في إريتريا والأوضاع الإنسانية في إريتريا. وقد ورد في التقرير إنه الاتحاد الأوروبي تجاهل 500 صفحة يعني خاصة بالأوضاع في إريتريا صاغتها لجنة متابعة أوضاع إريتريا والصومال، واتخذ هذا القرار. والمحلل الذي كتب هذه المادة يعتبر أن ذلك نكوص للمواثيق والعهود التي يعني ربطت الاتحاد الأوروبي على حدة، وتراجع الأوروبيين من ملف حقوق الإنسان ومن الشعارات التي ينادون بها. يجب على الأقل الدق على هذه التقارير من جديد. والتقرير أمال يعني مصحوب بصور أقل ما يقال عنها أن يعني تقشعر لها الأبدان للفقر والفاقة الذي يعيشه الشعب الإريتري، الذي يعني يقول إنه هو يعني يقعد على تلال من الغاز والنفط، وهذا الغاز والنفط النظام مشغول عنه بإدارة ملفات الحرب مع اثيوبيا وخلق القلاقل والمشكلات في منطقة القرن الأفريقي. فعلى الأقل كشف النظام، النزعة العسكرية للنظام، يعني دي واحدة من المهام اللي يفترض أن تقوم بها قوى التغيير. وذلك يعني مثل بسيط الآن عندنا حسب أيضا كل الناس اللي راقبوا العلاقة اليمنية على إريتريا، أنه الإريتريين تصدوا لموضوع تدريب القوات اليمنية للرئيس علي حادي. وأعتقد نحن في غنى عن تدريب يعني تدريب قوات لدول مجاورة، بقدر ما أنه نحن نحتاج للسلام والأمن ونحتاج لأي فلس داخل إريتريا من خلال التنمية. هذا إذا أخذنا في الاعتبار أنه الموسم الزراعي لهذا العام كان فاشل، ويتوقع أيضا في العام القادم أن يكون فاشلا. بالتأكيد. فقط 13% من حوجتها من الذرة والأكل المباشر للسكان عمان. بالتأكيد جمال. هنا أيضا يعني أود أن أشير سريعا إلى ما كتبه الصحفي البريطاني مارتن بلاوت مؤخرا، ويحذر فيه من يعني خطر المجاعة الصامتة كما أسماها نتيجة لحالة الجفاف التي تضرب المنطقة كلها من إثيوبيا إلى إريتريا. والفرق أن يعني الحكومة الإريترية لا تريد أن تتحدث في هذا الأمور وتتكتم عليه بشكل يعني كبير، مما يهدد حياة الكثيرين في المستقبل القريب. جمال، يعني للأسف في نهاية هذا الراصد نلاحظ أن نظام أسمرة أغرق يعني هذا البلد في الكثير من الملفات المعقدة والشائكة في تورطه في حرب سابقة مع إثيوبيا، علاقته في اليمن، والدور الذي يريد أن يلعبه من خلال يعني كروت على حساب الشعب الإريتري. جمال، عموما ننتقل إلى ملف آخر ولكن بعد هذا الفاصل.
وأخيرا جمال، هناك ملف الحريات. يعني دائما إريتريا في صدارة الدول التي يعني تمارس الانتهاكات التعسفية وتقمع الحريات بحق الذين يعبرون عن رأيهم، حريات الصحفية، السياسية، الدينية وغيرها، وتذكر دائما في التقارير. جمال. نعم أمال. أبى هذا العام 2015 أن ينصرم إلا وتكون يعني يكون الملف الإريتري السيء تجاه حقوق الإنسان في الصدارة. فقد صدر خلال الأسبوع الماضي والذي قبله تقريرين يدين إريتريا ويؤكد يعني احتلالها للقائمة الدنيا في انتهاك حقوق الإنسان والحريات. وقد صدر التقرير الأول من أمنستي انترناشونال، والتقرير الثاني صدر من لجنة حماية الصحفيين في نيويورك ومقرها نيويورك. التقريرين يمكن يتحدثوا عن الوضع في إريتريا كما هو عليه، زاد سوءا. إريتريا الأولى أفريقيا حسب التقرير الصادر من لجنة حماية الصحفيين، الأولى في انتهاكات يعني الإنسان الصحفيين بشكل عام بشكل خاص في أفريقيا. وأكد أنه الوضع في ملف حقوق الإنسان في إريتريا والحريات والحرية الصحافة بشكل خاص هي في أسوأ صورها في إريتريا. إذن إريتريا في وسائل الإعلام هذه هي صورتها. إريتريا بهذا الوضع لا يمكن أن تلعب أي أدوار في منطقة الخليج، ولا يمكن أن تلعب أي دور مع التحالف العربي الذي يقصف اليمن. إريتريا فقط يمكن أن تلعب دور تخريبي، دور قمع الشعوب، دور يعني الإساءة للإنسان، لأنه يعني أي نظام يسيء لشعبه في الداخل لا يمكن أن يقدم الحرية للشعوب الأخرى. وعلى المستثمرين العرب أن يفكروا مرتين قبل أن يستثمروا، لأنه هذه الاستثمارات هي نير جديد يقع على عاتق الشعب الإريتري المغلوب على أمره. وبالتالي هذه الأموال ربما تكون يعني في الأخير لمصلحة الفئات المتنفذة في الحزب الحاكم المتكلس والمجموعة المحيطة بالرئيس السياسي الخلق. نعم بالتأكيد جمال، وهي أيضا مسؤولية تقع أولا وأخيرا على عاتق يعني المعارضة الإريترية وطلاب التغيير الديمقراطي، بأن يعني يفعلوا أدواتهم ويفعلوا خطابهم ويفعلوا يعني تواجدهم في مواجهة هذه الملفات الشائكة والمعقدة التي ورط نظام أسمر الشعب الإريتري والدولة الإريترية فيها. جمال، عموما في ختام هذه الحلقة أو ساعة المنتدى لهذا المساء حاولنا أن نلقي الضوء ونكشف خبايا ما وراء الأخبار مع جمال وصلاح الزين، وللمساعدة على يعني رفع مستوى الوعي بها والتهيؤ للتعامل معها على كل المستويات. أشكر لك دائما إضافتك أنت وجميع الزملاء في هذه الساعة. جمال، تحية لك أمال وتحية للمستمع الكريم، ونقول في الأخير الفجر قادم إن شاء الله. إن شاء الله. يا جبل اللي بعيد خلفك حبايبنا بتموج مثل العيد وهمك متعبنا. يا جبل اللي بعيد
كيفك حبايبنا بتموج مثل العيد وهمك متعبنا اشتقنا على المواعيد بكينا تعذبنا يا جبل البعيد وللحبايبنا بعدوا الحبايب بيعادوا بعدوا الحبايب عجبل علي بيعادوا والقلب دايب بعدوا الحبايب بيعادوا بعدوا الحبايب بيعادوا بعدوا الحبايب عجبل علي بيعادوا والقلب دايب بعدوا الحبايب بيعادوا وسألت باب الدار وين الناس واهل الدار قال لي الهاجر غدار تركوا البيت طفيوا النار وسألت باب الدار وين الناس واهل الدار قال لي الهاجر غدار تركوا البيت طفيوا النار شوف المواعيد رمدوا بعدوا الحبايب بيعادوا بعدوا الحبايب عجبا علي بيعادوا والقلب دايب بعدوا الحبايب بيعادوا دبلوا الزهور وبين هالشجرات في طيرين عم يسألوا لوين هالأصحاب راحوا لوين دبلوا الزهور وبين هالشجرات في طيرين عم يسألوا لوين هالأصحاب راحوا لوين وعالليالي حلوة تنهدوا بعدوا الحبايب بيعادوا بعدوا الحبايب عجبا علينا صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في زيارة إلى أسمرة يوم أمس الجمعة. أعداد كبيرة من اللاجئين الإريتريين تصل إلى معسكر الشجراب. مخرجات ملتقى نيروبي تقلق المكتب المركزي للهيكدف، والشركة الوطنية للحفر الإماراتية تتوسع في أعمالها وتنتقل إلى ميناء مصوع. تفاصيل النشرة. قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ظهر يوم أمس الجمعة 18 من ديسمبر بزيارة رسمية إلى إريتريا لم تتجاوز ال5 ساعات، حيث قطع الزيارة بشكل مفاجئ وألغى برنامج زيارته إلى مينائي عصب ومصوع وجزر دهلك. وعلى الرغم من التكتم الذي أحيطت به الاستعدادات ومواعيد الزيارة، إلا أن مصادر إذاعة المنتدى قد تمكنت من الكشف عن الترتيبات التي جرت في أسمرة لاستقبال الأمير القطري، حيث كان من المقرر حسب برنامج الزيارة أن يبحث تطورات الأزمة الحدودية بين إريتريا وإثيوبيا ومآلات الوساطة القطرية وأوضاع الوحدات للجيش الأميري القطري المرابطة على الجانب الجيبوتي من منطقة دوميرا. كما كان متوقعا أيضا أن تأخذ مسألة الحرب الدائرة في اليمن قسطا وافرا من المداولات، فضلا عن الاستثمارات القطرية في إريتريا، وأكبرها مشروع منتجع جزر دهلك الذي توقف عن العمل لمدة 2 بسبب العراقيل التي يضعها الجانب الإريتري بعد أن استلم مقابل الإيجار عن 75 سنة مقبلة. هذا وأشار مراقبون مطلعون على خفايا العلاقة الإريترية القطرية بأن زيارة الأمير تميم لم تفلح في حلحلة المشاكل والمعوقات التي يضعها نظام أسمرة أمام تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.
ذكرت الأنباء الواردة إلينا من معسكر الشجراب للاجئين أن عددا كبيرا من الشباب الإريتري لا زالت تتقاطر إلى المعسكر بمعدلات أربكت القائمين عليه. وأوضحت مصادر إذاعة صوت المنتدى من عين المكان أن الفترة ما بين 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري شهدت وصول 225 لاجئا إلى المعسكر، معظمهم من الشباب والنساء والأطفال. ويذكر أن المعسكر يعاني من انعدام الأمن وسوء الإدارة، وكثيرا ما يتعرض اللاجئون الإريتريين لسوء المعاملة من قبل القائمين عليه. كما شهد المعسكر أحداثا كثيرة أدت إلى الوفيات نتيجة عمليات الاختطاف التي يتعرض إليها اللاجئون من قبل عصابات الإتجار بالبشر. يذكر أن تقارير إعلامية وحقوقية وإنسانية اتهمت بعض الأجهزة الأمنية السودانية والمصرية بالتعاون مع مجرمي الإتجار بالبشر. المعروف أن اللاجئين الإريتريين قصدوا السودان هربا من الاحتلال الإثيوبي في الستينات، وظلوا يعانون منذ وصولهم من مشاكل مركبة، منها نقص المعونات الإنسانية وعدم توزيع المواد الإغاثية التي تتكرم بها منظمات تعمل في هذا المجال نتيجة للفساد الإداري للقائمين على أمره. هذا وبالرغم من المعاناة الشديدة لم يستقر اللاجئون الإريتريون بعد الاستقلال نتيجة للعوائق التي وضعتها عصبة الهجدف أمام عودتهم، وتتحدث الإحصائيات عن وجود ما يقارب 1,000,000 لاجئ إريتري بالسودان يتوزعون في معسكرات نائية بالولايات الشرقية في السودان. في ردة فعل غير مسبوقة خصص ما يعرف بمكتب الشؤون السياسية للهجدف تعميما تم إنزاله لتشكيلات الجبهة يوم الخميس 17 من ديسمبر الجاري لتفنيد مخرجات اجتماع نيروبي التشاوري. وذكرت مصادر المنتدى من العاصمة أسمرة أن التعميم الذي قوبل باستهجان واستغراب من قبل عضوية الهجدف سعى إلى التقليل من أهمية وأثر هذا الملتقى، ودعا إلى مقاطعة ما يبث عبر الإذاعات الإريترية المعارضة وما يكتب في المواقع الإلكترونية. هذا وقد اعتبر الكثير من المهتمين والمراقبين أن مجرد إقدام مكتب الشؤون السياسية للهجدف على كتابة هذا التعميم اعترافا صريحا بحجم الخطر الذي استشعرته الزمرة الحاكمة، وأن المبادئ التي اتفقت عليها الأطراف المشاركة في ملتقى نيروبي لمست رغبات الشعب الإريتري في الانعتاق من الاستبداد وأمنيته بتوحيد الصف المقاوم وتعجيل الخلاص. يذكر أن إذاعة صوت المنتدى قامت بمهمة تسجيل المداولات في خطوة اعتبرت هي أيضا غير مسبوقة في سبيل تمليك المعلومة للجماهير واعتماد الشفافية كمبدأ يحكم الممارسة السياسية الإريترية، مما أتاح الفرصة للجماهير التفريق بين النهج التغبيشي الذي تعتمده العصبة المستبدة والذي يدعو لعدم الاستماع للخطاب المعارض، والطريق التنويري الذي تسلكه المعارضة الوطنية، مما يجعل أهدافها معلنة ويزيل اللبس عن أي دعوة تتاجر بها حكومة أسمرة عبر ترويجها لاتهامات المعارضة بالتفريط في أجزاء من التراب الوطني. وأخيرا بدأت الشركة الوطنية للحفر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 15 من ديسمبر الجاري عملية نقل آلياتها من عصب إلى مصوع، بعد أن أكملت أعمال تعميق رصيف مكعكع الذي ستستخدمه الشركة الإماراتية في نشاطها التجاري، لتعلن بذلك بدء مرحلة أخرى خاصة ببناء رصيف الميناء الجديد في مصوع بإشراف خبراء إيطاليين. وأوضحت مصادرنا من ميناء مصوع أن أعمال الشركة الوطنية الإماراتية للحفر في مصوع ستتركز في تجهيز ميناء خاص للنشاط التجاري الإماراتي أيضا، فضلا عن عمليات التنقيب عن البترول في منطقة الجرف القاري الواقعة داخل المياه الإقليمية الإريترية بعمق 200 متر. وأضافت أن عمليات الحفر والتنقيب في منطقة شمال البحر الأحمر ستكون مواصلة لعمليات شبيهة تمت في إقليم جنوب البحر الأحمر لم يفصح عن تفاصيلها بعد. والمعروف أن الاتفاق الذي توصلت إليه العصبة الحاكمة في إريتريا مع دولة الإمارات ظل قيد السرية التامة، ولا يعرف أحد كيف وإلى أي حد يتيح الاتفاق لدولة الإمارات الاستفادة من الموارد الطبيعية الإريترية، ومتى ستؤول الموانئ ومربعات تعدين البوتاس وحقول النفط إلى ملكية الحكومة الإريترية مرة أخرى. نهاية النشرة. صوت المنتدى. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الساعة. أعزائي المستمعين، سنلتقيكم الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة صوت المنتدى. ابقوا على خير وإلى اللقاء.